الحكاية بتبدأ مع شاب صغير اسمه سوندي، وهو بيجري من مجموعة متنمرين. قائد المتنمرين يبقى شيرد ابن العمدة. شيرد بيكره سوندي بسبب فقره، وكان هو وأصدقائه بيتبلطجوا عليه لأنه وحيد وضعيف. بعد ما سوندي هرب من المتنمرين راح يتفرج على الشباب الكبار وهم بيقاتلوا في حلبة القرية، وطلب من المعلم يدربه على القتال، لكن المعلم رفض لأن سنه صغير، ووعده إنه هيعلمه لما يكبر. وهنا والد سوندي ظهر وطلب منه يحضر معاه. والد سوندي ووالدته اشتكوا لكبير القرية لأن ابنهم شقي ودايما بيعمل مشاكل، فكبير القرية أمرهم يصبروا عليه لأنه لسه صغير ومع الوقت هيتعلم من أخطائه. لما سوندي كان بيتمشى في حاله، شيرد وأتباعه رموه بالفاكهة، فحس بالغضب وقرر إنه يتمرن كل يوم عشان يبقى قوي ويدافع عن نفسه، وبدأ يضرب في ثمار جوز الهند المتعلقة بالشجرة. أول ما سوندي خلص تمرين استغل إن شيرد وأصدقائه بياكلوا ورماهم بالثمار، فجريوا وراه بأقصى سرعتهم عشان ينتقموا منه. بس سوندي استدرجهم للشجرة المتعلق بيها ثمار جوز الهند ونزل فيهم طحن لأنه كان بيتدرب وطور من نفسه. لكن في وسط القتال شيرد اتعور واتصاب بشدة، فأصدقائه قالوا إنهم هيبلغوا والده عمدة القرية وهيعاقب سوندي وأبوه على أفعاله. أول ما سوندي روح اتخانق مع والده بسبب اللي حصل وهرب من البيت. بعد كده بتنتقل بينا الأحداث 12 سنة قدام. سوندي كبر وبقى عنده 20 سنة، لكنه كان بيجري من مجموعة شباب على أحصنة. وهنا بنعرف إن قائد الشباب اللي بيطاردوا سوندي هو شيرد ابن العمدة، وكان عايز يقتله لأنه بيحقد عليه وبيكرهه من لما كانوا صغيرين. في البداية سوندي استخدم ذكائه واستخبى وسط أشجار الغابة وغفل الشباب واحد ورا التاني لحد ما وصل لشيرد ووقعه من على الحصان. طبعا شيرد فضل يعيط وكان هينفجر من الغضب لأن سوندي اتفوق عليه من جديد. حتى والده عمدة القرية هزقه وقال انه ضعيف وملهوش لازمة. بعد كده بتنتقل بينا الأحداث لحلبة قتالات القرية. في الحلبة دي الشباب بيتقاتلوا على مبالغ مالية كبيرة، وأول ما سوندي ظهر اتحدى مقاتل وغلبه بضربة واحدة بس، فمعلمه فرح وحس بالفخر. سوندي كان أقوى شاب في قريته وأي حد جرب يتحداه اتمسك الطحن واتمسح بيه الأرض. ده غير انه قدر يهزم أبطال القرى المجاورة وما كانش فيه أي شخص قادر يوقفه أبدا. لكن في يوم من الأيام في مقاتل مجهول الهوية ظهر بدون سابق إنذار. المقاتل ده اسمه كورو وكان عايز يتحدى سوندي وش لوش وراهن على سيفه الذهبي، فسوندي قبل التحدي. لكن قبل ما المعركة تبدأ كورو استعد بشكل غريب لأنه بيستخدم فن قتال المواي تاي. طبعا سوندي عمره ما شاف الأسلوب ده في حياته واستغرب منه بشدة، لكن في أول القتال كورو سيطر عليه لأن فن المواي تاي رهيب جدا ومفيش زيه. ده غير انه دمر سوندي بضربات كوع وركبة اسرع من البرق، افقدته الوعي تماما. بعد ما سوندي خسر معلمه سابه مرمي في النهر زي الكلب ومشي وسابه، بس من حسن الحظ متسول القرية انقذه واخرجه للبر. المتسول قال لسوندي انه خسر بسبب غروره، وقال انه محتاج يتعلم اسلوب المواي تاي القتالي عشان يقدر يهزم كورو ويرجع حقه. فسوندي اخد نفسه وخرج من القرية وهو حاسس بالعار بسبب الهزيمة. وبعد ايام من السفر وسط الغابة وصل لقرية مجاورة، وهناك لاحظ مجموعة شباب بيتمرنوا على فن المواي تاي، فتسلل ما بينهم وبدأ يتدرب معاهم. لكن المعلم ريو قفشه وقال له انت من بره القرية والمفروض ما تتدربش هنا. طبعا سوندي رفض يمشي وفضل يترجاه لساعات طويلة لحد ما المعلم وافق على طلبه. وبعد ايام من التدريب المعلم ريو انبهر بقوة وسرعة سوندي وقال انه هيبقى مقاتل اسطوري في يوم من الايام. ده غير انه اعطاه بعض الاسرار عشان يدمر اخصامه ويشل حركتهم. تاني يوم المعلم ريو امر سوندي يقاتل افضل تلميذ عنده، ومن البداية التلميذ غفل سوندي وضربه وهو بيحييه، فسوندي استرجع تركيزه واستخدم كل اللي اتعلمه عشان يسيطر على خصمه ويفوز بالمعركة. وهنا حصل غير متوقع، فجأة شيرد ظهر ومعاه عمه الجنرال واقتحموا القرية بشراسة. في البداية الجنرال قال للمعلم ريو ان في مجرم اسمه سوندي مستخبي في قريتهم ولازم يمسكوه بأسرع وقت، لكن المعلم رفض يسلم سوندي لانه عارف ان شيرد وعمه اندال. فالجنرال اتعصب بشدة، وهنا سوندي ظهر وسلم نفسه عشان يحمي المعلم ريو وقريته من الاذى. للاسف شيرد ربط سوندي بحصانه وجر وراه.
اما الجنرال الغدار امر بحرق القرية كلها لانه عايز يخلص على المعلم ريو. طبعا المكان كله انقلب لفوضى، والقتال ما بين تلاميذ المعلم واتباع الجنرال بدأ. فسوندي استغل تشتت تركيز شيرد وقدر انه يهرب من قيوده. بعد كده وجه له ضربة بالركبة افقدته الوعي تماما، وانطلق لمساعدة المعلم ريو وتلاميذه. سوندي قاتل اتباع الجنرال بمهارة رهيبة واستخدم حركات المواي تاي السرية اللي اتعلمها، لكن الجنرال فاجئه وامر حصانه يضربه ويوقعه بالنار، بس بدون فايدة لان سوندي قوة احتماله رهيبة ورجع من جديد. في النهاية سوندي غلب الجنرال ووقعه على الارض. اما شيرد وباقي الجنود حسوا بالرعب وجريوا زي الكلاب. بعد ما المعركة خلصت سوندي قال انه هيخرج من القرية عشان ما يسببش اي مشاكل تانية. فالمعلم ريو شكر على مساعدته وقال ان في معلم اسمه باو موجود بقرية وسط الغابة وهيساعده يتقن اساليب المواي تاي السرية. طبعا سوندي شكره على المعلومة وودعه هو وتلاميذه. اما شيرد وعمه اتهزقوا من العمدة لان في جنود كتير اتصابوا في المعركة وامرهم يتركوا سوندي في حاله، لكن الجنرال وشيرد ما سمعوش الكلام وعزموا انهم يقتلوا سوندي باي تمن. في الوقت ده سوندي انطلق بطريقه عشان يقابل المعلم باو ويتعلم باقي اسرار فن المواي تاي، لكنه اتفاجئ ان في شاب صغير بيتتبعه. الشاب ده كان اسمه بونكارد، ومهما سوندي حاول يبعده عنه ما كانش قادر، فوافق انه يكمل معاه في رحلته. بعد ايام طويله من السفر سوندي وبونكارد وصلوا اخيرا للقريه اللي المعلم باو موجود فيها. بس بالصدفه بونكارد لاحظ مسرحيه صينيه بمكان قريب، وهناك بنقابل لي بنت صينيه وكانت بتسافر مع والدها عشان تقدم عروض بتايلاند. ده غير انها اتخانقت مع بونكارد لانه مزعج، فسوندي ظهر وفك القتال على اخر لحظه. بالليل المسرحيه بدات، ولما سوندي كان بيتفرج لاحظ ان واحد من الممثلين بيتشقلب بمهاره وبيعمل حركات بهلوانيه رائعه لانه معلم بالكونج فو. طبعا سوندي انبهر لانه اول مره يشوف الاسلوب القتالي ده، وراح يكلم الممثل عشان يعلمه. وهنا بنعرف ان الممثل يبقى والد ليه، ورفض طلب سوندي لانه تايلاندي وهو بيعلم الشباب الصينيين بس. تاني يوم بالليل عرض المسرحيه بدأ، لكن والد ليه اتفاجئ لان سوندي اتنكر على شكل واحد من الممثلين وبدأ بالقتال معاه قدام الجمهور. في النهايه الجميع اعجبوا بالعرض وسقفوا بسعاده، فوالد ليه حيا سوندي على ذكائه وقرر يعلمه بعض التقنيات السريه من الكونج فو. في الوقت ده قافله من المقاتلين كانوا بيوصلوا سيده غنيه لاحدى المدن، لكنهم اتفاجئوا ان مجموعه قطاع طرق هاجموهم بدون سابق انذار. للاسف المجرمين كانوا كتير جدا وخلصوا على الحراس واحد ورا واحد، بس سورنين خادمه السيده الغنيه بدات تقاتل بنفسها وقاومتهم لحد اخر نفس. وهنا سوندي ظهر فجاه لانه كان بيتدرب في الغابه ولمح المجرمين بالصدفه. سوندي دمر قطاع الطرق باستخدام ركبته وكوعه لانه اتعلم الضربات دي من المواي تاي، وكان بيطير في الهواء وبيعمل حركات بهلوانيه بسبب الاسرار اللي درسها من الكونج فو، وقدر انه يمسك المجرمين يطحنهم وخلاهم يجروا زي الكلاب. في النهايه الخادمه سورنين شكرت سوندي لانه انقذها هي وسيدتها واعطته الخاتم الذهبي الخاص بيها كهديه. فسوندي حس بالسعاده ووعدها انه هيقابلها من جديد. بعد ما سوندي انهى التدريب على الكونج فو راح يقابل المعلم باو اخيرا عشان يتعلم اقوى اسرار المواي تاي. واول ما وصل المعلم طلب منه يتحدى واحد من تلاميذه عشان يثبت نفسه. في البدايه سوندي اتصدم من قوه التلميذ لكنه استجمع قوته وغلبه في النهايه. فالمعلم قبل يدربه ونادى على بونكارد عشان يوصل سوندي لغرفته. طبعا سوندي اتصدم لانه اكتشف ان بونكارد الفاشل يبقى ابن المعلم باو. تاني يوم المعلم درب سوندي على رقصه المواي تاي. الرقصه دي مهمه ولازم يعملها قبل كل قتال كنوع من الاحترام لخصمه. لما التلاميذ كانوا بياكلوا المعلم قال انه هيتحدى مدرسه مواي تاي منافسه، وطلب من سوندي يجهز لانه هو اللي هيدخل التحدي. فسوندي وافق بدون تردد واتمرن في المطر لساعات طويله عشان يجهز نفسه. بعد فتره قصيره سوندي قابل بونكارد والاتنين انطلقوا للتحدي، لكنهم قابلوا ليه في الطريق. ليه اتمنت لسوندي التوفيق في قتاله وطلبت منه ياخد حذره لانه خصمه قوي جدا. وهنا سوندي لاحظ سورنين من بعيد فراح عشان يكلمها، بس المصيبه انه لمح كورو نفس الشاب اللي طحنه قدام اهل القريه وسابه مرمي في النهر. للاسف سوندي ما قدرش يتكلم معاه لان سورنين شتتت تركيزه. في البدايه سوندي حاول يعطيها الخاتم الخاص بيها وقال انه نفذ وعده اخيرا، لكن سورنين رفضت تاخد الخاتم وحذرته من خصمه في القتال لانه قوي وانطلقت بطريقها لانها اتاخرت. بالفعل المعركه ما بين مدرسه المعلم باو والمدرسه المنافسه بدات، وهنا بنعرف ان في مقاتل
ماهر جدا اسمه تاك، كان تابع للمدرسة المنافسة ودمر كل اللي بطريقه. اول ما سوندي حضر، المعلم طلب منه يركز في المعركة ويقاتل بذكاء، لان تاك محترف بالفنون القتالية. في بداية القتال سوندي استخدم كل اللي اتعلمه من المواي تاي والكونج فو ودمج الاساليب مع بعضها. طبعا تاك قاوم بكل ما عنده لكن بدون فايدة، وفي النهاية سوندي انتصر بصعوبة. ده غير انه خلص على معلم المدرسة المنافسة بضربة واحدة بس لانه شتمه. بعد ما سوندي كسب، المعلم باو قال انه اتعلم اسرار المواي تاي كلها، لكنه لازم يدرس القتال بالسيف من المعلم بينج عشان يبقى مقاتل متكامل. فسوندي شكره على مساعدته وودعه في حزن. تاني يوم سوندي انطلق عشان يقابل المعلم بينج، حتى بونكارد حضر معاه، وهم في الطريق قابلوا ليه لانها عايزه تدرس القتال بالسيف. حتى تاك تلميذ المدرسه المنافسه هو كمان انضم ليهم، والاربعه اتجهوا لمقابله المعلم بينج. بعد ساعات من السفر سوندي واصدقائه وصلوا لبيت المعلم، لكنهم اتفاجئوا انه مش موجود، ولما سالوا الخادم عنه قال انه نايم. وهنا بنعرف ان المعلم بينج راجل عجوز شكله ضعيف جدا، ده غير انه بينام طول الوقت وما كانش عايز يصحى. لكنه اول ما فاق مسك عصا خشبيه وطلب من بونكارد يتحداه لانه كان بيستهتر بيه. وهنا بونكارد اتمسك الطحن في ثواني. حتى تاك هو كمان خسر التحدي، وفي النهايه سوندي اتمسك اتهزق قدام الجميع. وبكده المعلم بينج اظهر مهارته وقوته الحقيقيه بمبارزه السيف، وسوندي واصدقائه اتدربوا تحت ايده بدون كلام عشان يتعلموا اسراره. في البدايه سوندي كان ضعيف بالمبارزه، لكن مع الوقت المعلم بينج دربه لحد ما اصبح قوي جدا هو واصدقائه. بس في يوم من الايام المعلم بينج قال لسوندي انه دربه على الاساسيات، وعشان يتعلم باقي الاسرار لازم يكتشفها بنفسه. تاني يوم خادم المعلم اعطى سوندي واصدقائه 4 سيوف وطلب منهم ينطلقوا بطريقهم لان تدريبهم انتهى. سوندي وبونكارد ولي وتاك اتمشوا في الغابه لساعات طويله، فقعدوا يستريحوا من المشي. وهنا بنعرف ان شيرد ابن العمده وعمه الجنرال كانوا بيراقبوهم في الخفاء، ده غير ان الجنرال كان معاه بندقيه باروديه وحاول يقتل سوندي، بس من سوء الحظ بونكارد المسكين وقف قدامه بدون ما يلاحظ واخد الطلقه بدلا منه. طبعا سوندي ولي وتاك اتعصبوا بشده ودخلوا في معركه ضد الجنرال وشيرد وجنودهم عشان ينتقموا لصديقهم بونكارد اللي اتصاب غدر. في بدايه القتال سوندي اظهر قوته الكامله ونزل طحن في كل الجنود، ده غير انه استخدم اساليب مبارزه السيف اللي اتعلمها من المعلم بينج في تدمير اي حد يقف بطريقه لحد ما واجه الجنرال وش لوش. وهنا بنكتشف ان الجنرال ماهر بالفنون القتاليه وتصدى لسوندي بشراسه، ده غير انه اخرج سكين وحاول يخلص عليه، لكن سوندي ذكي وسريع وقدر يوجه سكينه الجنرال لرقبته. طبعا اول ما شيرد الجبان شاف عمه ميت جري من الخوف زي الكلب. اما سوندي وتاك ولي اخدوا من كارد المعلم بينج عشان يداوي جروحه، لكن المعلم قال ان في دكتور بقريه قريبه وهو الوحيد اللي يقدر يعالجه. من هنا سوندي حمل بونكارد على حصانه وانطلق باقصى سرعته، وفي وسط الطريق الحصان الخاص بتاك ولي غرق في النهر وما قدروش يكملوا معاه. اما سوندي حصانه خبط في حجر وهو وبونكارد وقعوا بالارض. طبعا سوندي ما استسلمش وجري على رجله للقريه وعرض على الطبيب يساعده، لكنه رفض لانه شخص غريب. فسوندي اعطاه كل الفلوس اللي معاه وخاتم سورنن الذهبي، بس الطبيب رفض ورمى الخاتم. للاسف سوندي بدأ في القتال مع الحراس لانه عايز ينقذ بونكارد مهما كان الثمن. ومن حسن الحظ في شاب جدع من القريه ظهر ووقف القتال واخد بونكارد للمستشفى عشان يعالج جروحه. اول ما تاك ولي وصلوا سوندي ترك بونكارد معاهم وراح عشان يشكر الشاب الجدع على مساعدته. وهنا بنعرف ان اسمه ريونج، ده غير انه اعطى سوندي الخاتم الخاص بسورنن وانطلق بطريقه. بعد فتره قصيره سورنن وصلت عشان تطمن على بونكارد لانها سمعت انه اتصاب، فسوندي طمنها عليه وقال انه بخير. لكن لما الاتنين كانوا بيتكلموا فجاه كورو ظهر، وهنا بنكتشف المفاجاه، كورو يبقى اخو سورنن الكبير. واول ما سوندي شافه طلب يتحداه وش لوش في اكبر حلبه قتاليه بتايلاند قدام الملك، فكورو وافق على التحدي. بالفعل الحلبه اتنظمت والملك حضر عشان يتفرج على اقوى المقاتلين. وفي اول مباراه تاك اتحدى مقاتل قوي وقدر انه يهزمه ببراعه. اما تاني ماتش كان ما بين سوندي وكورو. في البدايه سوندي هاجم بكل ما عنده لانه عايز ينتقم من كورو على اللي عمله فيه ويرجع حقه، لكن كورو ماهر جدا واتصدى ليه بمهاره. فسوندي استخدم كل الاساليب القتاليه اللي اتعلمها في رحلته وقدر انه يفقده الوعي بضربه قويه على الدماغ. طبعا الملك اتصدم من اللي شافه وطلب من سوندي يبقى الحارس الشخصي الخاص بيه، لكن فجاه مجموعه من الثوار ظهروا واصابوا الملك
بطلقة في كتفه. وهنا بنعرف ان قائد الثوار هو ريونج اللي ساعد سوندي قبل كده، ومع ان سوندي هزم الثوار واخد سلاح ريونج الا انه رفض يقتله لانه ساعده ينقذ بونكارد. وهنا ريونج اظهر ان المسدس مزيف وقال ان هو الملك الحقيقي، لكنه بدأ يراقب سوندي من فترة لانه انقذ زوجته هي وسورنين من قطاع الطرق، وكان عامل الاختبار ده عشان يعرف اذا كان طيب ولا لا. في النهاية سوندي اصبح واحد من جنرالات الجيش التايلاندي واتجوز سورنين ورجع لوالدته بعد السنين دي كلها. وده كان ملخص الفيلم. اشترك عشان توصلك اقوى الملخصات كل يوم، واشوفكم عما قريب باذن الله.